اشترك الآن على قناتنا السوشيال ميديا، كل ما ترغب به وأكثر. إليكم مشاهدينا أهم عناوين أخبار اليوم. دعوات من البرلمان الفرنسي إلى إنهاء الأزمة مع المغرب. حتى بعد نهاية القمة العربية منذ عدة أيام، الجزائر تعود لمهاجمة بوريطة بشكل لا يصدق. رسميا المغرب يضع ترشيحه لاستضافة بطولة كأس إفريقيا 2025. والآن إلى التفاصيل، لكن قبل ذلك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بآخر الأخبار دائما. دعا وفد برلماني فرنسي إلى إنهاء أزمة التأشيرات التي تسببت في توتر العلاقات الفرنسية المغربية لأكثر من عام. وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي أنه يجب إيجاد حلول للخروج بسرعة من هذا الوضع، مضيفا أنه يجب على مسؤولي البلدين العمل على إيجاد حلول مقبولة للجميع. هذا ويذكر أنه في اليومين الماضيين كان قد جمع اتصال هاتفي لمدة 30 دقيقة بين الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي، حيث أعلن إيمانويل ماكرون عن رغبته في زيارة المملكة، وهو ما تم التجاوب معه بشكل إيجابي من طرف الملك محمد السادس. رغم مرور عدة أيام على نهاية القمة العربية الفاشلة التي نظمتها الجزائر، ما زالت الأبواق الإعلامية للنظام العسكري مستمرة في مهاجمة المغرب، حيث اعتبرت الجزائر أن دعوة الملك المفتوحة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب للحوار هي مجرد دعاية كاذبة. وقالت الوكالة الجزائرية الرسمية أنه بعد الخيبة التي مني بها بسبب تصريحاته التافهة للصحافة العربية، لم يجد وزير الخارجية المغربي من حيلة أمامه سوى اختلاق دعوة مزعومة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارة المغرب. وأضافت: لقد أمضى هذا الوزير المزور لأقواله معظم وقته يتجول في أروقة القمة بحثا عن أي صحفي ليلقي عليه هراءه، بدلا من المشاركة بطريقة بناءة مع أقرانه في مناقشات التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم العربي أمام نظام عالمي جديد في طور التشكيل، على حد وصف الوكالة الجزائرية. وفي سياق متصل، أشار بوريطة إلى أن يد المغرب ممدودة بشكل دائم إلى الجزائر، كما قال الملك حرفيا: لن يمس الجزائر أي سوء يأتي من المغرب. كما أكد الدبلوماسي المغربي أن بلاده لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، حيث أنها قطعت العلاقات من جانب واحد، والحدود أغلقت من جانب واحد أيضا، وهذا هو الواقع. قدمت المملكة المغربية ملف الطلب رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهدف استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 بعد أن تم سحب تنظيمها من غينيا، حيث أكدت مصادر متطابقة إضافة المغرب إلى قائمة الدول التي جمعت رسميا ملف طلباتها بعد أن دعمت الحكومة المحلية الملف المقدم من جامعة كرة القدم. وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد في بلاغ رسمي 11 من شهر نوفمبر موعدا نهائيا للدول الراغبة في تقديم طلب تنظيم البطولة، ويوم 16 من نفس الشهر موعدا لإرسال الوثائق إلى الاتحادات التي أبدت رغبتها في استضافة المسابقة. وفي نفس السياق حدد الكاف الفترة من 5 يناير إلى 25 من الشهر نفسه لإجراء زيارات التفتيش، كما أن الإعلان رسميا عن البلد المضيف للحدث سيكون يوم 10 من شهر فبراير. أثار كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان قلق الجماهير الفرنسية بعد استبداله في نهاية مباراة لوريون، وكان واضحا أن لديه إصابة أو على الأقل يعاني من إجهاد عضلي. وسوف يخسر منتخب فرنسا العديد من النجوم البارزين في كأس العالم المقبل الذي سيقام في قطر بعد أسبوعين، وعلى رأسهم بول بوجبا وانغولو كانتي ورافائيل فاران، بالإضافة إلى الشكوك البدنية التي تحيط بكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد. وطلب مبابي التبديل قبل نهاية اللقاء ب5 دقائق، وأفادت العديد من المصادر الصحفية أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة. وخرج المدير الفني لباريس سان جيرمان عقب نهاية اللقاء وطمأن الجماهير الفرنسية،
مشيرا إلى عدم وجود أي شيء خطير حول اللاعب. وقال المدير الفني في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: لا يوجد شيء خطير بشأن بامبي، لقد بذل كيليان جهدا كبيرا ولذلك طلب المغادرة أفضل من المخاطرة بالبقاء في الملعب أو إكمال المباراة دون تقديم 100% من مستواه. قال تشافي هرنانديز بأنه أخبر بيكي بأنه قدم مباراة رائعة، وذلك في ختام مسيرته الكروية في لقاء الميريا الذي فاز به الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين لفرينكي دي يونغ وعثمان ديمبلي. وتحدث مدرب برشلونة بعد الانتصار عن اللاعب المعتزل وقال: ليلة تاريخية ومهمة بالنسبة لجيرارد، وأردنا أن نظهرها بأفضل طريقة. لقد قدم بيكي مباراة رائعة، وكلما كانت المباراة أكبر كلما كان على نفس المستوى. لقد أخبرته بأنه أسطورة في برشلونة، ونحن ممتنون جدا للسنوات التي قضاها في النادي. وكان المدرب تشافي سعيدا بشكل عام بالأداء الذي قدمه البلاوغرانا، وقال: إنها واحدة من أكثر المباريات اكتمالا التي لعبناها. لقد عرفنا متى نهاجم في المرحلة الانتقالية مثل هدف ديمبلي، ولقد فهمنا متى نفعل ذلك وتحكمنا في الوتيرة بشكل جيد. وكان الشيء السلبي الوحيد هو عدم نجاح ليفاندوفسكي في التسجيل، لكن تشافي يرى في ذلك جانبا إيجابيا، حيث قال: إنها أخبار رائعة عندما لا يسجل روبرت، ولكن يمكن للآخرين التسجيل. نحن نعتمد عليه كثيرا وهو يصنع الفارق، لكن عندما لا يسجل من المهم أن يسجل اللاعبون الآخرون في ذلك الوقت. وعن أداء فيران توريس قال تشافي: إنه يقدم لنا الكثير من الأشياء ربما يقدره الناس عند التسجيل، ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة مهمة، فهو يعمل من أجل الفريق ويوفر المساحات، ولدي ثقة كبيرة به. هذا وقد كان تشافي قد أخبر بيكي قبل بداية الموسم بأنه لن يعتمد عليه، لكن مع بداية المباريات ومع كثرة الإصابات أرغب المدرب الإسباني على الاعتماد على صديقه السابق في فريق برشلونة. اشترك الآن على قناتنا السوشيال ميديا، كل ما ترغب به وأكثر.